قبل ما تشتري ايفون سواء كان جديد او مستعمل، اتفرج على الفيديو ده عشان هشرح لك فيه اذا كان التليفون بتاعك جديد فعلا ولا معاد تصنيعه ولا معمول لشخص معين ولا تليفون متبدل من تليفونات تانية. اول حاجه هتدخل على السيتنجز او الاعدادات، وبعد كده تروح على كلمه جنرال او عام لو انت مشغل تليفونك بالعربي، هتدوس عليها وهتلاقي اول اختيار فوق اللي هو اسمه اباوت او عن الهاتف، هو الاختيار الاولاني ده اللي هندخل عليه. دخلنا على الاباوت، ورابع اختيار من فوق هو الموديل نمبر او رقم الموديل. لو لقيته هنا حرف الام اول حرف، ده معناه ان التليفون ده ما فيهوش مشاكل خالص، ده تليفون جديد مخصص للبيع لكل الناس. لو لقيت مكان حرف الام حرف الاف، ده معناه ان التليفون ده ريفربشد، يعني المكونات اللي جواه تم استخدامها من تليفون تاني او من اجهزه تانيه كانت شغاله قبل كده، يعني التليفون ده ما يسواش قيمته، لازم يتباع بسعر ارخص من السعر الطبيعي. تالت حاجه، لو لقيت حرف الام ده مكانه حرف الان، ده معناه ان التليفون ده تليفون ريبليسمنت، يعني تليفون بديل موجود مكان تليفون تاني، يعني حد اشترى تليفون وكان فيه مشكله، راح الشركه بدله وادوله تليفون تاني، ما بيبقاش التليفون التاني ده فيه اي مشاكل غير انه بيجي في باكجينج مختلف، والعلبه بتاعته ما بيبقاش فيها اي حاجه غير التليفون بس برضو ده تليفون يسوى فلوس. والاختيار الرابع هو حرف البي، وحرف البي ده معناه ان ده تليفون بيرسوناليزد، يعني معمول مخصوص عشان شخص معين، طالب فيه مواصفات معينه، طالب فيه حاجه بس هو اللي عايزها، وده معناه ان التليفون ده انت شاريه في الغالب مستعمل، مش اكيد هتبقى شاري التليفون ده جديد. ولو شاريه جديد بحرف البي، ده معناه ان حد كان طالب الاوردر ده وما استخدموش وباعه. وما تنساش تعمل سيف للفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده. ولو عايز تعرف اكتر عن السوشيال ميديا ماركتنج ادخل على داش ايجنسي، اللينك في البايو.